تحقيقا موسعا. اتحاد الكرة بيورط نفسه وهو في النهاية أضعف من أن يتخذ قرار. لا، هو اتحاد الكرة لوائحه هتحكمه. المباراة غير مسجلة. أيوة. اتحاد الكرة لا يعلم عنها شيء. لابد ان اتحاد الكرة يحقق في أي فريق، كيف لفريق مصري يخرج بره مصر ويلعب مباراة ولا يعلم عنها اتحاد الكرة شيء. يعني اعتقد هي دي ده الشيء اللي يهم اتحاد الكرة، واتمنى ان هم يضعوا فيها بند صريح حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث. يعني وانت تتكلم بهذا الشكل الذي احترمه جدا يا استاذ اسامه، لما يطلع خبر من السيد اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك ويقول لك رد على قرار اتحاد الكرة بالتحقيق، يقول لك الزمالك ليس ملطشة لكي يتم التحقيق مع جهازه الفني فيما حدث في الامارات. ما فيش حد كبير على التحقيق وعيب على اي مستوى. يعني لا يعني انا ما اعرفش الظروف اللي اتكلم فيها اللواء علاء مقلد، لكن التحقيق اساسا ما هوش توجيه اتهام. لا، التحقيق لابد ان هو يسبق توجيه اتهام. يعني انا اتصور ان هو كان يبقى محق فيما قاله لو كان حصل يعني اتهام من اي جهه لنادي الزمالك، ولكن قال لك التحقيق، انما التحقيق يعني عشان نعرف الحكايه ايه. يعني كفايانا، مش هنفضل نلعب على وتر الجماهير فترات طويله. يعني لا 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 ما ينفعش كده، لا ما ينفعش. يعني الامور لا الزمالك ولا الاهلي ولا الاسماعيلي ولا اي فريق اكبر من الاتحاد الذي يدور المنظومه، ولكن على الاتحاد الذي يدير ان يكون لديه القوه في ان يجبر الاخرين على احترامه. هو مع ملاحظه يا استاذ عبد الناصر، ملاحظه مهمه جدا. يعني انا ارجعت الموضوع كله للمجلس القومي للرياضه، لان اتحاد الكره من الجهات التي تعرضت لمواقف مشابهه في تنظيمات معسكرات ومباريات خارج مصر. فما اعتقدش ان اتحاد الكره عنده القدره على حسم هذه المواضيع، لانه برضه كان بيتعرض لنفس هذه المواقف. ترى ان يتدخل المجلس القومي عشان كده انا